رمضان في افتكاسه جديده في الحلويات، المدلعه، المتشخلعه، المتدحرجه، كنافه مش عارفه بايه وكنافه بالايه وقطايف محشيه ايه. تعالوا بقى نرجع لاصلنا كده شويه، نعمل مهلبيه قمر الدين بسيطه وخفيفه ومش مكلفه. يلا بينا. عملنا ايه؟ انا جبت لفه قمر الدين، حطيتها في الحله وحطيت عليها ميه وغليتها لغايه ما قمر الدين داب خالص، وضربته بالهاند بلندر. ما حطيتش عليه اي حاجه لسه، هنحطها سوا. وهنستعمل نشا وسكر، مش اكتر ولا اقل. اول حاجه هنجيب النشا وهندوبها في شويه ميه. هندوب شويه ميه في النشا. ما ينفعش خالص يا بنات ويا ستات ان احنا نحط النشا زي ما هي، لازم تتدوب الاول في شويه ميه، لا في القمر الدين ولا في المهلبيه ولا الرز بلبن، هتكلكع. دوبنا النشا، هننزل بيه على قمر الدين وهنحط سكر زي ما بنحب. دي حاجه حلوه طبعا هنسكرها، وهندوب السكر واحنا بنقلب كده. هنفضل نقلب السكر والنشا في قمر الدين لغايه ما يدوبوا والنشا تستوي والقمر الدين يغلي كويس، وبعدين نغرفهم في اطباق. هتكون النشا استوت والسكر دهب. والافضل انك تعمليه بعد الفطار علشان تدوقي سكره، عشان يطلع سكره مظبوط. لو جربتوا حاجه بقى من الحاجات اللي طالعه جديده دي قولوا لي عليها ويمكن اجربها. قمر الدين استوى اهو، والقوام بتاعه زي ما انتم شايفين. نغرفه بقى في الاطباق بتاعته. خلصنا قمر الدين وغرفناه في الاطباق. عايزه تاكليه كده براحتك، عايزه تزينيه بشويه مكسرات وزبيب وجوز هند زي ما تحبي. الحلويات التقليديه بتاعتنا اللي فاهمينها وفهمانه تمام، جربوها وقولوا لي الحلويات القديمه بتاعتنا احلى ولا الحاجات الجديده.